لولا التشهد لم تسمع له لا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. انما احنا يقول له ابن وين ولا الحج ديالك راح يقول له لا ريح نفسك. لا اله الا الله. انما ذهن ما فيش لا ابدا. فقال له يا اخ العرب ما يعرفوش لا راديو ولا تلفزيون ولا حاجه ولا حاجه مني فما يعرفون. يقول له يا اخ العرب قال له نعم. قال له ان القوم دلوني عليك لتقضي الحق من ابي جهل. قال له يلا بينا. هم مشوا راحوا يشوفوه يقتلوا على آل جنب. تفرجوا. امال ايه؟ فرجه. هم راحوا هناك لقوا جهل طلع يجري. حاضر الفلوس دي وقتها في ثانية تعد 1000 2 3 10 اللي فيه ايه اللي جنب؟ قال الله يكرم ونعم الأخ. جاب لي فلوسي خبط وطار ومشي. لا يرجع في كلام. شوف ابو قال ياخذهم تاني. كان زمان الأراجيز يعملوها أراجيز عشان تخف على السن. يا مصطفى يا اللي كفك مس بر الشاه ومسكتها بعد ما سميت بحمد الله. ثرت حليب الهنا واللي شرب يا هناه وبالحليب ارتوى صحبك وصحبتها وأسلمت أم معبد يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كنا نعملوها أراجيز واحنا في الثانوي عايشين في خير ونحفظوها المعجزات. ويوم أبو جهل ما ماطل في كم دينار حج الجمال للغريب واستعجبوا الأشرار. نصحوه يروح تجيب له حقه من الغدار. شافك أبو جهل دب الرعب في قلبه دفع فلوس الجمال واستعجبوا الأشرار. سألوا أبو جهل كان إيه اللي خلاك خاف؟ قال لهم شفت بعيني اللي ما ينشاف. شفت أسد كاس عايز ياكلني حال دفعت ديني ساعتها بسرعة للبدوي. دي معجزة يا رسول الله ما فيها خلاف. وانا قعدت اقول لك من الافلام دي مش مخلصين الصوت. ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ وهو وان لم يتعلم الشعر نطق الشعر. هيئة ياسين بتقول وما علمناه الشعر يحيى وما ينبغي له هو يروح لاحمد الخليل الفراهيدي يعلمه الشعر والقواعد ما ينفعش. انما هو ينطق شعر صلى الله عليه وسلم. النبي ينطق شعر. صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد أشيع أنه قتل محمد. نسيبة بنت كعب الأنصارية أسماء بنت يزيد بن السكن حمل النبي بسؤال. أسماء بنت يزيد بن السكن النسيبة بنت كعب كلك اتلموا بينكم عليه وقال يقولوا قتل محمد. جرافة اوعى بنت وين جرافة نفسه شاقة. جرافة نفسه تموت تلوب والصوت جرافة نفسه. وقال لهم انتم ما قلتوش ليه ان انا ما متش. انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. صلى الله عليه وسلم. من حق النبي ابن عبد المطلب ابن عبد الله. وحد يعرف عبد الله جاب العالم اللي معروف في عائلتها اللي بيقابل الحجيج وبيسقي الناس وبيوكلهم. فجاب المعروف. مش عيب انك تنسب نفسك لعمك اذا كان عمك ولد واخدها على كعب انسب نفسك له لان ابوك طيب مش معروف والنسب ده مش ملك. هو نسب نفسه انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. صلى الله عليه وسلم. واقفين بيقولوا اللات والعزى لك. رد هو عليهم. رد هو عليهم من عنده. راح الفرح هو اللي ألف الأغنية. لقى الناس قاعدة ولا حد بيتكلم ولا فقول السلام عليكم ما تعرفوش ده بني عوف. قالوا عارفين واحد. قالوا انتوا اللي عندكم الفرح؟ قالوا دي ميت.
لا اله الا الله. انتوا قاعدين ساكتين لي كده؟ هل اعلنتم عنه بالكفوف؟ نبي يكذب يا ابن الكذب. ديننا كذب. تدين لازم يكشف. قال لا ابوك مات، ما ابويا مات. امك ماتت انا ما شفتهاش. لا تسمع. ايه ده النبي كان بيعيط في البخاري، بيعيط وهو في البخاري. ها بيقولوا كان يرى باشا وهو باكي. صلى الله عليه وسلم. يعيط بس وشه بيضحك. انت مبشر لا خليك باكي. هذا علامة الدين عندك. علامة الدين عندك فين؟ والتشدد. صلى الله عليه وسلم. جعفر المنصور خليفة الإسلام قال هاتوا لي مال. جاء قال له يا مان، قال له نعم. قال له ألف لنا كتابا في السنة لا تدخل فيه شدائد ابن عمر. يا رب ينفع ما تحطش فيه شدائد ابن عمر، مش عايزين مشاكل. ولا رخص ابن عباس. ابن عباس فتحها. ولا رخص ابن عباس. ها ولا مشاكل ابن مسعود. لا تجيب لي ده ولا ده ولا الهين خالص ولا الجامد خالص ولا الرفيع خالص. هات لي ايه؟ فألف كتاب في 40 سنة سماه الموطأ. سماه موطأ ليه؟ أصله عرضوا على 70 عام. خذ العلم اهو، شوف لك موطأ مش عارف ايه. نظروا عرض الكتاب ده على 70 عام قالوه زي سنة الدكتوراه. ياخذ رأي ده من ورا ده فواطأ رأي ده بدون أن يراه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا. يبقى شكلها يعني. فال70 عالم من وراء بعض كله أجمع على الكتاب وما فيه، فسماه الموطأ لمواطأة رأي العلماء مع بعضهم ولم يعلم به أحد. أبو جعفر قال علقوا الكتاب في الكعبة ويسير في جميع البلاد. قال له لا تعلق كتاب مالك في الكعبة ولا تجعلني إماما للبلاد كلها، إنما أنا ابن امرأة فقيرة، فدع الكتاب ودع كل مذهب لحاله وليفعل كل بلد ما بدا له. هذه العلماء ما وصلوش بالعلم والقرآن بس، لا والأدب. لابد من الأدب أولا. لو معاك شوية علم والقرآن قد كده ومؤدب تبقى أعلم هذا الأمر. معاك العلم كله والقرآن كله وعلى متن 10 واخذ الترتيب والقراءات السبع واخذ الشربية واخذ ده وقليل أدب. فالعلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. العلم كالغيث شكل الشتاء امال ينزرع فيه. والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البذل والحضر. أعلم واحد في الأرض والسماء، ولكن رد الأمر على الآمر بقى ليه الأجل خلاص طلع منه. ده النبي عيط عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ليه؟ قال حزين عليه. قالوا ليه؟ قال ما من موضع قدم في السماوات السبع ولا موضع قدم بين السماء والأرض ولا موضع قدم في الأراضين السبع إلا ولإبليس فيه سجود وركوع. لا اله الا الله. يخرب بيتك بيعت كل ده بكلمة.
طب خد العبر، احنا قلنا ايه وعملنا ايه وخلينا ايه وبقينا ايه ولسه نعمله ايه. ده علشان كده طبعا. فستنا امنا السيدة عائشة بتخير جلباب سيدي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي صلى الله عليه وسلم. قميص سيدي في وقت صح، فانطفأ المصباح فالظاهر انضربت فوقعت الإبرة. حد يعرف يجيب طرف الإبرة في الدم؟ ده في النور مش جواه. الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله بعدين فأضاء المكان فرسلت، اللهم صل عليه. فلقيت إبرتي فتممت قميص سيدي خياطة في وقت الصح. فبتقول له وانت اللي رسول الله تنور ضوء بيضيء المكان. قال لها لما تشوف الاماكن الاخرى في البيت. تقول فمررت في البيت فوجدت البيت كله مضيء. الله عليه. فقال يا عائش، قالت له نعم يا سيدي. يا رسول الله. قال لها يا عائش المحروم من لم يراني يوم القيامة. قلت له مين طول مين؟ كل حاجة تشوف. قال في ناس هتتمنع عن رؤيتي يشوفوني. قالت له ليه؟ قال لها البخيل. قلت له أي بخيل الناس؟ صلى عليه. أروح أوديله إيش بأكل يوزع. أي بخيل؟ قال لها البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ترمي بشرر كالقصر. فأكلت 124 أمة 315، يبقى فضل 316 مين؟ فأقدم عليها وأمسكها من أقلاسها وحسكها. الجماعة الفلاحين الكبار اللي جايين من الريف ويجون يعرف الحسك بتاع الجمل. كان الجمل له مخطمة كده والحسك اللي جوه منه كده. حسن. عارفه؟ فأمسكها من خطامها وحسكها فأجلسها على استها. سنة صلى الله عليه. فأجلسها، أجلس النار على استها. فقالت يا محمد خل عني وكف عني. قال لها كفي أنت عن أمتي. اللهم صل عليه. وقتها قش كده. صلى الله عليه. امال من فتح المساء هتعملي ايه؟ قالت له انا حد الله انتقام من خلقه الكفرة والمنافقين. انا منتقم حد من حدود الله. قال لها كفي عن امتي. قالت له كف انت عني، كفي عن امتي، كف انت عني، كفي عن امتي، كفي انت عنه. فسمعت النداء من العلي الأعلى يا ناري وعزتي وجلالي ومقامي وسلطان ما جعلت لك ولا لغير عليه من سلطان فاسمعي لسيد الأبرار. صلي وسلم وبارك عليه. صلي وسلم وبارك عليه. الحديث في الدباجة ومذكور في تفسير الرحال. وانا قبل كده يقول لك السيد الله